شاهدوا على فضل طابت اوقاتكم من نشرة اخبار الفضاء الارثيه لهذه الفتره، يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يتوجه الى جمهوريه الصين الشعبيه. الجمعيه الوطنيه للصيادله تعقد مؤتمرها العلمي الثامن عشر. إحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزرة شعب. آلاف السنغاليين يتظاهرون في داكار رفضا لترشح الرئيس لولاية ثالثة. وزير الخارجية الصيني يطالب أوروبا برفض ذهنية الحرب الباردة. ومواطنو الأرجنتين يئنون تحت أزمة التضخم. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. توجه الرئيس إسياس أفورقي مساء اليوم إلى جمهورية الصين الشعبية في زيارة تستغرق 4 أيام تلبية لدعوة الرئيس شي جين بينغ. وسيبحث الرئيس إسياس أفورقي خلال الزيارة مع الرئيس الصيني تعزيز علاقات الشراكة السياسية والاقتصادية والمالية والتنموية والتجارية والصناعية. وستتناول اللقاءات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يرافق الرئيس إسياس أفورقي في الزيارة وزراء الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، والمالية والتنمية الوطنية الدكتور قرقيس أخل ميكائيل، والتجارة والصناعة السيد نصر الدين محمد صالح. وسيكون لزيارة الرئيس إسياس أفورقي لجمهورية الصين الشعبية دور كبير في الدفع بالعلاقات المتطورة بين البلدين خلال 30 عاما. عقدت الجمعية الوطنية للصيادلة مؤتمرها العلمي الثامن عشر في العاصمة أسمرة يوم 12 من مايو تحت شعار التعهد بتعزيز الاستخدام السليم للأدوية والسياسات الدوائية. وأوضح رئيس الجمعية السيد إياسو باهتا في المؤتمر الذي شارك فيه مسؤولو وزارة الصحة وممثلو الجمعيات المهنية والضيوف والمدعوين بأن المهنيين الصيادلة أجروا نقاشات جيدة بخصوص المواضيع المرتبطة بالأدوية، وسيسهمون بفعالية في تأمين الاستخدام السليم للأدوية، موضحا الجهود الجارية لإعداد خطة وطنية للتنفيذ. ورغم تحقيق التطور المشهود إلا أن مساهمات الصيادلة على مستوى المستشفيات لا تأتي بتوقعات الجمعية، ولإصلاح ذلك تقوم الجمعية بوضع مستند لتقسيم عمل الصيادلة العاملين في المستشفيات وتقديمه لوزارة الصحة. وقدمت في المؤتمر أوراق عمل حول الاستخدام السليم للأدوية وضرورة انتباه المجتمع عند استخدام الأدوية لتفادي أضرار الاستخدام السيء للأدوية، ومتابعة الصيادلة لمسألة تداول الأدوية وما يتعلق بها. وبعد أن تفاكر المشاركون حول الأوراق المقدمة قدموا آراء وأفكار تسهم في تطور البرامج المستقبلية. وأوضح مقدم الأوراق البحثية أن المؤتمر يذكرهم بتعزيز مسؤولياتهم وتحسين أساليب الاستخدام السليم للأدوية وخلق فهم راسخ فيما يتعلق بالتخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية ودوره الفاعل في تأمين بيئة صحية وسليمة. أحيت مديرية الشعب الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزرة الشعب بحضور المسؤولين في الحكومة والجبهة وسكان بلدة شعب منشب. وأوضح مدير مديرية الشعب السيد أبو بكر إبراهيم في المناسبة دور ومساهمة سكان شعب في النضال التحرري، وقال أن المجزرة التي قام بها جيش النظام المستعمر الأثيوبي الدرج في 12 من مايو 1988 أودت بحياة حوالي 420 من الأطفال والنساء والمسنين والذين تم دهسهم بالدبابات، فضلا عن إحراق عدد كبير من المواشي. وقدم المناضلون الذين كانوا يتواجدون في المنطقة حينها والناجين من تلك المجزرة الجماعية شهاداتهم بخصوص ذلك العمل البربري. وأوضحت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهة بأن المجزرة التي نفذت في شعب هي مواصلة للمجازر التي ارتكبتها الأنظمة الاستعمارية الأثيوبية، والتي كانت تحمل شعار نريد أرض إريتريا لا شعبها، إلا أن تلك الممارسات كانت بمثابة دافع لصمود الشعب الإريتري ومواصلة نضاله. وشهدت المناسبة حفلا فنيا أحيت فرقة وادي لابا الفنية. من جهة أخرى تفقدت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهة الحواجز المائية المنهارة جراء سيول الهضبة وأنشطة المواطنين لحماية التربة وحفظ المياه في مناطق عقمات أبو سعال وقره بلدي وغنسال، وبحثت مع الجهات المعنية سبل تقديم الدعم الآلي.
اختتمت كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية يوم 12 من مايو الأنشطة والمسابقات التي ظلت تجريها بمناسبة المهرجان العاشر لمؤسسات التعليم العالي المنظم تحت شعار المعرفة سلاحنا والتنمية قايتنا. واشتمل البرنامج الذي استمر ل3 أشهر مسابقات فنية وأدبية بمختلف اللغات، وكذا مسابقة المعلومات العامة والدراما والموسيقى ومعرض للصور عن مرحلة النضال والمناشطة الرياضية. وشهد عميد الكلية البروفيسور يمانس هيوم في مراسم الاختتام المشاركة القوية للطلاب. من جانبه أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الكلية السيد أبرهان الأسفاو بأن الهدف من المهرجان هو التعرف على قدرات وهوايات الشباب وتشجيعهم وتنمية التراث وترسيخ القيم والوحدة. من ناحية أخرى اختتم يوم 9 من مايو أسبوع مدارس المنحدرات الشرقية في مديرية عبد القيح، والذي استمر ل3 أشهر بمشاركة 18 مدرسة. وقدم مسؤول المدارس في مديرية عبد القيح الأستاذ بيان تسفاي ومسؤول الثقافة والرياضة الأستاذ أمانيل ملآكي في مناسبة الاختتام التي جرت بمدينة عبد القيح توضيحا حول أهداف الأسبوع وأنشطته. ودعا مدير مديرية عبد القيح السيد هابتاي تسفازقي إلى مواصلة مثل هذه الأنشطة لدورها في توريث الثقافة والقيم. وقد قدمت في الختام الجوائز للفائزين. وافتتح يوم 11 من مايو باستاد مدينة كرن الأسبوع الثقافي الرياضي لمدارس إقليم عنسبة بحضور حاكم الإقليم والمسؤولين. وأوضحت مسؤولة أنشطة الثقافة والرياضة والصحة في مكتب التعليم بالإقليم الأستاذة تعقستي محاري في المناسبة بأن وزارة التعليم تعمل إلى جانب التعليم الأكاديمي في تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية والصحية لبناء الشباب والحفاظ على تراثهم. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاء عند ميكائيل بأن البرنامج له فوائد كثيرة في بناء القدرات البشرية وله مضمون كبير لتنظيمه في فترة احتفالات الاستقلال. هذا ويشارك في الأسبوع المنظم بمدينة كرن حتى 15 من مايو حوالي 1800 طالب قادمين من أكثر من 300 مدرسة ب9 مديرية من مديريات الإقليم. قدم سكان وموظفو الحكومة في مديرية هيكوتا مساعدات عينية ومالية لضحايا الحريق الذي نشب خلال شهر فبراير الماضي وتسبب في إحداث أضرار بالغة في المنازل. واشتملت المساعدات على 30,000 نقفة ومواد استهلاكية حسب إفادة مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية السيد جبري ميكائيل من قساب. ساهم سكان ضاحية ألبو مسبقا ب 28,000 نقفة و15 كنتال من الحبوب، فيما قامت مؤسسة القلال والمواشي بصيانة المنازل المحروقة. وعبر مدير ضاحية ألبو السيد حاج محمد عن امتنانه بالدعم المقدم مناشدا الجهات الأخرى لاتباع هذه الخطوة النبيلة. وقالت الجهات المقدمة لهذا الدعم بأن أضرار الحريق ليست سهلة، مناشدين المجتمع باتخاذ الحيطة والحذر من الحرائق والانتباه للأشياء المعرضة لهذه الحرائق. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. تظاهر آلاف السنغاليين في العاصمة داكار رفضا لترشح الرئيس ماكي سال للولاية الثالثة مثيرا للجدل. ودعت إلى المظاهرة حركة القوى الحية للسنغال F24 في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية في 24 من فبراير 2024. وتجمع الحركة أكثر من 170 منظمة سياسية وحقوقية وتهدف إلى الضغط على سال لعدم خوض الانتخابات العام المقبل. ويدور جدل بسبب رفض سال استبعاد الترشح لولاية رئاسية ثالثة، وهي خطوة يقول خصومه أنها ستكون غير دستورية. وتحدثت شخصيات المعارضة وأعضاء تنظيمات مؤثرة في المسيرة مطالبين سال بمغادرة السلطة، وطالبوا بالإفراج عن أكثر من 300 معتقل سياسي. اعتبر وزير الخارجية الصيني شين جانغ بأن على الصين وأوروبا أن تنبذا معا ذهنية الحرب الباردة تزامنا مع اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعديل الموقف الأوروبي تجاه بكين. وقال شين جانغ في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى أوسلو: اليوم يصعد البعض الكلام عن الديمقراطية في مواجهة الاستبداد ويمضون إلى حد التحدث عن حرب باردة جديدة. وأتى كلام وزير الخارجية الصيني في وقت يلتقي نظراؤه في الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم بالسويد المجاورة سعيا إلى توحيد الموقف حيال الصين. وتتوجه الصين والدول الغربية حول ملفات عدة منها أوكرانيا وتايوان، لكن الغربيين لم يعتمدوا نهجا موحدا حيال كل هذه المسائل.
يعاني الأرجنتينيون واحدة من أعلى نسب التضخم في العالم الذي بلغ في أبريل الماضي 108.8% على أساس سنوي، وهو على مستوى له خلال أكثر من 3 عقود وفق ما أعلن عنه معهد الإحصاء الوطني أنديك. وعلى أساس شهري بلغ التضخم في أبريل 8.4% في ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، حيث تسجل الأرجنتين واحدة من أعلى معدلات التضخم في العالم. وحددت الحكومة وفقا لوكالة فرانس بريس هدفا للتضخم لعام 2023 عند 60%، لكن تقريرا حديثا للبنك المركزي توقع أن يبلغ 126.4%. علاوة على معركتها مع التضخم، تتعامل الأرجنتين أيضا مع انخفاض قوي في قيمة عملتها قبل أشهر فقط من الانتخابات العامة، حيث استقر البيزو عند 238.5 للدولار بالسعر الرسمي، لكنه بلغ 474 في السوق السوداء الموازية. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الأرجنتين نموا بنسبة 0.2% في عام 2023. في الخبر الأخير، بعد شهور من الجفاف وغياب الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، سجلت أسبانيا تساقطا للثلوج في أجزاء من شمال البلاد وهطول أمطار غزيرة على أنحاء من ساحلها المطل على البحر المتوسط، بما في ذلك كاتالونيا وفالنسيا. حدث تساقط الثلوج غير المألوف في منطقة لارايا الجبلية في إشتوريا، بينما هطلت أمطار غزيرة على أنحاء من ساحل أسبانيا المطل على البحر المتوسط، بما في ذلك كاتالونيا وفالنسيا، بعد شهور من انخفاض معدل هطول الأمطار. ومنذ بداية هذا العام سجلت إسبانيا 11 يوما أعلى حرارة من المعتاد، أي أكثر من مثلي الرقم المسجل عادة خلال عام كامل. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. فخامة الرئيس الأفورقي يتوجه إلى جمهورية الصين الشعبية. الجمعية الوطنية للصيادلة تعقد مؤتمرها العلمي 18. إحياء الذكرى 35 لمجزرة شعب. آلاف السنغاليين يتظاهرون في داكار رفضا لترشح الرئيس لولاية ثالثة. وزير الخارجية الصيني يطالب أوروبا برفض ذهنية الحرب الباردة. ومواطنو الأرجنتين يئنون تحت أزمة التضخم. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.